عارف يلا، احنا بنلعب يلا عندنا في الدوري المصري ده حته دوري يلا ملوش حل. في ماتش الاهلي ومنتخب السويس، كرة اتلعبت من الشناوي، خدها الشحات، حكم الرايه رفع تسلل، قلتم على صداغي. يعني اللي ما فهمش في الكوره، كرة عمرها ما تتحسب تسلل. استغفر الله العظيم يا رب. يعني انت حكم الرايه ده غبي، وحكم ارضيه الملعب غبي. ما وصلتش عندكم ان مفيش كرة جايه على طول دايركت من الجون واستلمها المهاجم دي ما فيهاش تسلل حتى لو كان تسلل؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا احنا عندنا بصراحه بنشوفوا عجب العجاب. انا نفسي اعرف بس في التحكيم المصري ده، اصل هو معروف من زمان. حضراتكم مسلطين على النادي الاهلي ده، انتوا نهاركم طين بجد والله. حضراتكم مسلطين على النادي الاهلي ولا في حد عاوز يقيد النادي الاهلي؟ يعني في حد مثلا شايف نفسه كده ان هو مثلا اعلى من النادي الاهلي فعاوز يقيده؟ قول لنا يا عم، قول لنا، عشان فعلا التحكيم بقى فجر وظالم. خلينا نشوفوا ايه اللي حصل كده. ركلة مرمى، مفيش تسلل من ركلة مرمى. مساعد لما يكون مش مركز او مش مركز الكرة جايه منين هيرفع الرايه، لكن برضه الحكم كان له دور. لما المساعد رفع الرايه انزل الرايه وكمل اللعب، مفيش تسلل موجود من ركلة مرمى. لكن برضه يا كابتن سيف مش مقبول حسين الشحات يعترض الاعتراض ده، كان لازم الحكم يديله انذار للاعتراض اللي حصل من حسين الشحات على اللقطه دي. بنتكلم على لقطه تحكيميه مش هتحصل، مش هتشوفها تاني. انا بنشوف